السلام عليكم خياتي حباباتي، مرحبا بكم في قناتكم قناة كل ما لذ وطاب مع ام وسيم. وش راكم خياتي العزاز؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكونوا كامل مهنيين وبصحة جيدة. وقبل ما نبدا وصفتنا تاع نهار اليوم كالعاده ما ننساوش نصليو كامل على النبي محمد عليه افضل الصلوات والسلام. اليوم حباباتي جيتكم بوصفة الرفيس التونسي، يجي ما شاء الله مقادير مضبوطة ويجي بنين وما يجيش حلو بزاف. يلا بينا على بركة الله نبدأ الوصفة مع بعض. بسم الله. هنا عندي سميد خاشن كما راكم تشوفون. نحطوا المقلة تاعنا تسخن، تكون مقلة ثقيلة ولا كوكوت مينيت تكون ثقيلة تانيك. نقصوا للفرن تاعنا، نقصلو كامل ونبداو نحركو فيه على هذا الشكل. انا راني نحمس فيه بهذه لاسباتول دايرتها سبيسيال للتحماس، وانتم لا ما عندكمش قطعوا من الكاغط تاع الباكي تاع السميد نتاعكم، اطويوه على 4 وبداو ديروا في هذه العمليه. ما تزيدوش خياتي للفرن تاعكم باش الدقيق تاعكم يتحمس لكم شباب، وتانيك ما يجيكم مقرمش عفوا. يعني السميد تاعكم راح يجيكم يتقرمش كي تكونوا تاكلوا في الرفيس تاعكم، يتقرمش في فمكم ما يجيش كشغل مشمخ. ولي تحب تفور السميد نتاعها تفورو، دير قدره ودير قطعه قماش في الكسكاس، يعني فينا ولا اي قماش يكون نقيقي ولا سربيته، وخلو السميد تاعكم يفور. من بعد تفرشوه تانيك فوق درشونه كبيره وخلوه يبرد، من بعد تحمصوه. يعني هكا تضمنوا السميد تاعكم ما يجيكمش معجن، يعني الطمينه تاعكم ولا الرفيس تاعكم ما يجيش فيها ريحه السميد. انايا ماشي دائما نفورو، نحمسو ديراكتومون، نحمسو مليح ما يجيش كامل فيه ريحه تاع العجين. كيما شتوني نعمر البول تاعي وما نديروش في المقله كامل، نقسمو على زوج، يعني للامانه باش تضمنوا باللي السميد تاعكم يتحمس لكم مليح. وكي نفرغوا في القصعه نتاعي ولا الجفنه نتاعي نزربع السميد تاعي على هذا الشكل باش يبرد لي. كما راكم تشوفوا راني نوري لكم باللي يعني الكيله تاعي عفوا اللي عمرتها بصح كي نكون نحمس نفرغ النص تاع السميد. كما راكم تشوفوا حباباتي جبت لكم هذا الوصفه تاع الرفيس التونسي بمناسبه حلول يعني او قريب المولد النبوي الشريف، حبيت انفيدكم بهذا الوصفه. بعد ما يدفى السميد تاعي ما يبردش بزاف، نجيب الغرس تاعي او التمر. علاش يكون السميد دافي؟ باش كي نولو نعجنو فيه بهذه الطريقه هذاك التمر راح يذوب كامل، تقريبا يذوب كامل. انا كنت نقيتو التمر تاعي، لكن كي كنت نخدم كنت نحاول نمس مليح، يعني نتحسس الى كاين كاش نواه كما نقولوا حنا بالعاميه العظم تاع التمر، ولقيت يعني لازم كما يقولوا تفيريفي التمر نتاعك. نحاول حبيباتي نزرب لكم الفيديو باش ما يجيكمش ممل وطويل. كما راكم تشوفوا راني نحك بيديا، وهذاك التمر راني شغل نذوب فيه، راني نوسي فيه بيديا باش ما يبان لناش في الحبه تاع الكعبوش التونسي كما يقولوا خاوتنا التوانسه. كما قلت لكم جبت لكم هذا الوصفه بمقادير مضبوطه، يعني باش ما يجيكمش حلو بزاف ولا يجي ناقص، ولا يعني كل حاجه بالكيل. كما شفتوني كيلكم 3 كيلات ونص نتاع سميد. وهنايا خياتي لازم القرفه والقرصه تاع الملح باش ما يجيناش صامت، يعني يعزز لنا النكهه تاع الرفيس نتاعنا. وهنايا عندي جلجلان محمص، يعني حمسته وخليته يبرد ودرته. هنايا كيما راكم تشوفوا هنا عندي 250 غرام من المارغرين. من الاحسن اذا كانت عندكم زبده تاع البقره ديروا الزبده تاع البقر. هنايا ما لازمش نذوبوا الزبده، ماشي كيما الطمينه، الزبده نتاعنا ما نذوبوهاش نديروها غامولي كيما راكم تشوفوا.
هذيك الباطه تاعي تاع الزبده انايا فيها 500 غرام، انا درت النصف تاعها، يعني نتوما ديروا بواطه صغيره ان شاء الله تكونوا عفوا فهمتوني. كيما شفتوني درت 3 كيلات ونص نتاع سميد، قرصه تاع الملح، القرفه، 250 غرام من المارغرين او الزبده. نخلطهم مليح كيما راكم تشوفوا، يعني نبسس مليح حتى نتحصل على هذا القوام، يعني كي ندير هذا الكرة تتلايم معايا. ودرك نكيل العسيله نتاعي، البول اللي عبرت به السميد هذاك هو اللي نكمل نعبر به العسيله. نحاولوا نديروا عسيله تكون نوعيه جيده، تكون عسيله ثقيله. انا درت نونورس يجي العسيله تاعها بنينه وعاقده. كاين بزاف نوعيات تاع عسيله تجي يعني جاريه، تجي اون ديغي شربت ماشي عسيله. هذيك الوصفه تاعك مش حتجيك ناجحه، والرفيس تاعك مش حيجي يتقطع. كيما راكم تشوفوا حباباتي هنايا راني نعرق فيها مليح كيما شفتوني، يعني نعجنها مليح باش يدخل مليح هذاك الزبده والعسيله والتمر في السميد مليح مليح، ويجينا الكعبوش تاعنا بنين وما يجيش حلو بزاف. صدقوني فيه التمر وفيه العسيله ما يجيش حلو بزاف. هنايا نشكلو كره، من بعد نبدا نبسط فيه شغل راح ندير مثقبه يعني على هذا الشكل. واللي تحب ديرهم بالطوابع دير بالطابع، الطابع تاع المعمول. وكانوا زمان يديروه علاه يعيطولو كعبوش باسكو يجي مكور، يعني يديروه ديبول ويحطوهم هكاك. انا نحبو مقروطات يجي شبه للمقروط، يجي ما شاء الله. هنا كيما راكم تشوفوا حبيباتي راني نسوي في السطح نتاعو بالملعقه باش الوجه تاعو يجينا شباب وليس. واللي حابه يعني طمينه تنجح لها وما تخرج لهاش هذاك ليدام، تتفضل القناتي تلقى راني حاطه الوصفه تاع الطمينه. يعني طمينه ما شاء الله كنت شاركتها معكم العام اللي فات وعجبت كامل يعني المشتركات نتاوعي والمشاهدين نتاوعي. اللي حابه دير طمينه بنينه والشكل تاعها شباب كيما قلت لكم تدخل لقناتي راني حاطه الوصفه. كيما راكم تشوفوا حباباتي هنايا راني نشكل فم قرطات، يعني اللي ما عندهاش الطابع دير بالموس كيما راني ندير، يعني ونساوي الحبات بيديا كيما راكم تشوفوا. يجي ما شاء الله روعه روعه. والبنه يا خياتي ما نحكيش، نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتشاركوها مع احبابكم. ماذا بيا خياتي تشاركوا الفيديو مع احبابكم وما تنسونيش بلي جام فضلا وليس امرا، يعني ماكم خاسرين والو كي ديروا لي هذاك الجام كذلك باش يلحق الفيديو لاكبر عدد من المشاهدين. واللي ماهيش مشتركه في قناتي ودخلت لقناتي لاول مره نقول لك اختي اشتركي في القناه باش يلحقك كل جديد. هنايا درت لكم كيما قلت لكم بالموس، من بعد تفكرت باللي عندي طابع مقروطات يعني جاي على شكل مقروطه راح يجيكم الحبات متساويين، يعني الرفيس تاعكم راح يجيكم على حبه والحبات كامل يجوا كيف كيف يجي بريزونطابل. يعني وريت لكم كيفاش ديروا، تحبوا تكوروه ديروه ديبولات، تحبوا مقروطات كيما هكايا، تحبوا بالطابع تقدروا ديروا قلوبه، ديروا الشكل اللي حبيتوه. يعني الصح كامل في الوصفه من بعد الشكل انتم ديروا كيما حبيتوا. شوفوا خياتي جا ما شاء الله، ماشي تالق روحو ماشي متلوق، حاكم روحو وجاي معسل. وهنايا شبحته بعقيق شات. نتوما ديروا واش حبيتوا، تحبوا ديروا المكسرات، تحبوا ديروا هذاك ورد الشوش، ديروا واش حبيتوا. انا درت عقاشات كيما بكري كيما زمان، يعني عقاشات و
الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هذا المنبر نقول لكم صحة مولودكم، ينعاد علينا إن شاء الله بالخير والبركة عقب العام الجاي إن شاء الله. كما نقول لكم دائما، اللي حابة أي وصفة تخلي لي تعليق، واللي حابة ندير لها يعني كشف وصفة راهي في خاطرها ولا حابة تتعلمها تخلي لي تعليق. هنايا في المول هذا تاع المعمول، يعني باش ما يلصقش معكم الكعبوش تاعكم، ديروا بابي فين ومن بعد تجبدوه يخرج لكم فاسيلمون، يعني شكله جا راقي، لكن في الوسط من الأحسن تعمروه بالمكسرات يجيكم ما شاء الله. هنا راني ندير فيه بليكيسات ويريد لكم الشكل كيفاش يجي، يعني الشكل النهائي. هاوليك الشكل النهائي نتاع الرفيس التونسي نتاعنا، جا ما شاء الله، جا روعه روعه. دوك نقسم معكم حبه وتشوفوا التعليكه نتاعو، جا معلك، جا ما شاء الله. والآن خياتي الأعزاء ما عليا إلا نقولكم نخليكم في أمان الله وحفظه، إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة. تهلاو في وحدك وصحتكم. سلام.